هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم بنات رجعت لكم بفيديو جديد، فقبل ما نبدي بالفيديو حطوا لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى كل ما اصور لكم فيديو جديد وانزله يوصل لكم اشعار. فيلا نبدي بنات بالفيديو. فبسم الله. هنا بنات اول شي عندنا مشتريات. طبعا بنات جبنا علب للبهارات. هسه راح اطلع لكم وراويكم شكلهن. طبعا هن شفافات كلش حلوات بنات. طبعا راح احط لكم اسم البيج تحت اللي طلبنا من عندها، وهمتين راح احط لكم الاسعار فوق على الشاشة. فجبنا تقريبا 8 علب هيجي شي بهارات. ان شاء الله بنات من راح نعزل البهارات ونرتبهن. راح اصوركم يعني. وهذني بنات شوك للفواكه كلش حلوات. فهذني بنات علب البهارات يجي يكون شكلهن شفافات. بنات العلب الشفافة أحسن من العلب اللي بيها ألوان وورد وكذا. ليش؟ لأنه تعرفين شنو اللي بداخل العلبة مال البهارات، أحسن من إنه تفتحيها وتشمي ريحتها وهذي. فإحنا بنات هماتين عندنا مثل اللاصقات السوداء أنا بصورتكم قبل، فهماتين نقدر نلصقها على العلبة من برا حتى نقدر نعرف شنو داخله. وهنا بنات شاركتكم الروتين اليومي مالتنا يعني. هنا ماما قعدت الصبح عجنت حتى نخبز. طبعا بنات صار لنا فترة يعني ما خابزين. طبعا احنا نخبز يعني، بس هاي الفترة امتحانات وكذا. الحمد لله خلصنا. وهنا بنات تريقنا يعني شاركتكم الروتين اليومي. وهنا بنات بعد ما تركنا العجينة تختمر وترتاح يعني تختمر، سويناها دوائر. وهنا بدينا نخبز بيها أو ماما تخبز بيها. طبعا ماما تلبس جفوف لأنه يعني ايديها تتحسس من الحرارة وكذا. وهذا بنات الخبز خلصناه. هنا بنات بلشنا نسوي بالغدا بس ما صورت لكم. بس بنات يعني كان الفيديو كلش بسيط وسريع، بس حبيت انه اصور لكم واشارككم يومي. السلامة، نلتقي في فيديو جديد.